علقة موت في استاد القاهرة و3-0 مع الرأفة. انت متخيل ان الاهلي في اسوأ موسم ليه في التاريخ ومع ذلك كسبك في 3 ماتشات وباكتساح؟ متخيل صارفين 7 مليون دولار في صفقات ويقولوا علينا احنا نادي المليار؟ يعني اكسبك 3 ماتشات واخد منك السوبر باسوأ مدرب في تاريخ النادي؟ عرفت بقى انك بتاخد بواقي البطولات اللي بتقع من الاهلي لما يكون هو وحش؟ تخيل بكل مشاكل الاهلي دي الادارية والفنية ومع ذلك اكتسحتك في الملعب في ال3 ماتشات. ما تجيش تقول لي بقى يا نادي المليار عشان انت صارف اكتر من الاهلي السنه دي، وده حسب ترانسفير ماركت. الاهلي كبير وهيفضل عقدتك التاريخيه الابديه. نخش في الماتش على طول ونتكلم عن التحفه الفنيه والابداع اللي قدمه جمهور الاهلي. دخله اسطوريه من جمهور الاهلي، حرفيا انا اول ما شفتها قلت الاهلي هيكسب الماتش ده باكتساح. جمهور الاهلي بقاله اكتر من ماتشين بيكسب جمهور الزمالك في المدرج وفي الملعب. طب حد فيكم خد باله ان جمهور الاهلي كان بيكلح عليهم وبيغني اغانيهم؟ طب اسمع كده. شكرا ليكم، انتوا فخر النادي ومن غيركم الاهلي ما كانش هيكسب بطولات على مدار تاريخه. نخش في التشكيله اللي كان عاملها كابتن عادل مصطفى، وحرفيا تشكيله كانت خرافيه. هو الراجل نزل كل الحريفه في الملعب وقال لهم اتعاملوا انتوا يا رجاله. بصراحه لعيبه الاهلي كانت بتلعب بتركيز ورجوله، واحسن حاجه اننا سيبنا لهم الكوره وقضينا خالص على لعبتهم اللي ما بيعرفوش يلعبوا غيرها اللي هي المرتدات. واللي يعجبك اكتر ان الاهلي كان قافل عليهم كل المساحات وكان بيضغط عليهم ضغط عالي، وده اللي لبسهم الجول الثاني كمان عشان تخلص عليهم في اول نص ساعه وباكتساح. طبعا الشوط الثاني كل فريق ضيع ضربه جزاء، بس الاهلي كان افضل برضه الشوط الثاني، وجول عالمي 1 2 3 بين كوكا وبين شرقي وامام عاشور عشان الاهلي يديهم درس كبير في الكوره عمرهم ما هينسوه. انا مش هقول لك ان الاهلي عنده فرصه انه ياخد الدوري والكلام الفارغ ده، هو صعب جدا، لكن العب الماتشين اللي فاضلين لك واكسبهم عشان نقدر نصلح اوضاعنا الموسم الجاي ونجيب مدرب قوي وصفقات تقيله عشان نقدر نرجع الامجاد من تاني. يا رجاله 45 دوري من 46 ما فرقتش، انما لما واحد يكون معاه 14 اكيد هتفرق معاه ال 15 ولا التاني اللي معهوش ولا دوري. خليهم يفرحوا باول دوري ليهم. المهم اننا هنرجع نسيطر على افريقيا من تاني زي كل مره، وعملناها كتير، احنا اسيادها اساسا محليا وافريقيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني وتشترك في القناه عشان تشوف كل جديد.